القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني إذا ما رتلت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خبركم أحوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى لومي سورة الرحمن كاب آية مبل عسران شدشتن كنجمرينا إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان إن شاء الله تعالى لومي إذن قرأنا آياتات كنوسدينا الله سبحانه وتعالى بدقف حجز مسانا خون دعانا انطرعنا نبقيتانا بالله سبحانه وتعالى نم حلالف الله سبحانه وتعالى أفتي زحلف آياتات فطرته بحيلو خبز فترة سماين مريتن أفتي وش سماين مريتن زلو ببعينته ناتو فطرت ناتو خلقي خمخانو مسجلته الله سبحانه وتعالى أزو كله أب سمايات أب مريت زلو كله حلافي كمخانو كله خبرس كمخانو مخا أتي زترف تراي اتفتار خمخانو الله سبحانه وتعالى أبز آية زئة يرجع قصلنا بالتيو فطور زبؤ كله نباري كونن انتي دا كل حلاف براس إيو فيقول الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان كل من ألفاظ العموم يبلوتهم أصوليين مالتيو يعني كل كبهان كله زمال مالتيو إذا كله تفتر مالت كله أبزاء عالم زلو أب سمايو أب مريتو زلو الله سبحانه وتعالى براس خبخانو قصالي خمزي كونه مودعتا خمزي بلو ان هي الله سبحانه وتعالى مجرشتو لطفات نبراسن مبنان سلازخونه يقول الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان سلازي ترف يلن كل فطور زبو هو زلو هو زي بلو ولا هو زي بلون الله سبحانه وتعالى سماي تازي دبرت سماي كتلوتكم مخانا تحواوس سماي كجددكم مخانا مريتون كال عينت كتكونكم مخانا زخلو الله سبحانه وتعالى ناي سماي مريت ايكونون دوتي هيوت زلو فطور وسن زخونه معالتاتو زموتن زحاون زلو ولا اتي كاب مجمريا فطره تفطيرو خصاع يوم القيامه تصنحون شعور تاك خون مالتيو كل فناء خوني مالتيو يتبدد السماوات غير السماوات والأرض غير الأرض يعني سماي كال بريت كال كله خون مالته إذا كله سيفنى فلذلك الله سبحانه وتعالى كل خمزين قالوا أخاء انتهي بالمالته من الذي يبقى الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام زين كلتا آية أصلا تراي تحانت حسكا كل من عليها فان كتب لك لك كله تأمالي كان لها مالته لذلك من يترف زيد خرجا قصدي زولو طرايتي فانا من الباش كل سب موت كم زولو يقول له خول لكن ايضا الله سبحانه وتعالى تاقن نطبون كترف كله اختفي لكن من يخترف اتي ابي له حيل زولو الله سبحانه وتعالى نسو اخترف كم مخانو ان هي الله سبحانه وتعالى ينقلنا مالتيو فالله سبحانه وتعالى كل تسوز خلقه كبرس كم مخانو لذلك في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا
طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك فإذا لأنه أصلا كل فطور زبؤ نابو ختصقع أيتقبني مالتي إلا أن نبي من ختصقع زلك نافت تراف زخونه نافت كله حيل خبك زخيل كدقفك زخيل لا بحقي أب الدنيا خوينو أب آخرة خوينو استغمك الله سبحانه وتعالى سلزخونه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الباقي الله سبحانه وتعالى تترافي ناو كنصقع يقبأنا مالتي لأنه الله سبحانه وتعالى هو الباقي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه ذو الجلال والإكرام كم زابز آياون أبزا دعاء بالآياون يا ذا الجلال والإكرام فالله سبحانه وتعالى هو ذو الجلال والإكرام قالوا الجلال بمعنى أنه نعت الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه أهل أن يجل فلا يعصى يعني كل أخبرات نعوه يبكى فتسمك نعوه كابتي تأزازو زي موصى مالتي مخنياته أنت أخاتر إزل لها بتتأزازو تكيد كلها أخبراتنا يمنيو عبيتنا يمني خاتر إزل لها ني الله سبحانه وتعالى سلزي تقويتا تي كبر سلزو خوري كبرته ون أبي كتر لك مالتي أفتي مئزازا كتر لك فهو يجل ولا يعصى لأنه تتأزاز كاب الله سبحانه وتعالى سلزي بتسكا ومخا زي قويتا زي كبر لؤلن سلزو خونه نتتأزاز كتخبرن كلخا نمن أخبرك يا خا تخبروا زلخا نتتأزاز زي نتزأزز سلزو خونه فلا يعصى الله سبحانه وتعالى مئزازو على كان أبر كاب تأزازو كتوص يبلكان كذلك وأن يطاع فلا يخالف تسوزاز الزكاة فتصمو مالتيو كالئون كدلي يبلكان فهو ذو الجلال وذو الإكرام والله سبحانه وتعالى وتلك سنتناتون وسن زي بلو لكسي مالتيو بجكا الله سبحانه وتعالى كم مسألة زلقسون يلن فهو ذو الجلال وذو الإكرام فيكرم عباده بما شاء الله سبحانه وتعالى دبارته خاء زي بهال لكس غيرو أب كبور بوتان أب كبور نابران أب كبور هيوتن ون كبصحهم مالتيو أب الدنيا يكون أب آخرة وتي بزعابة آخرة أيو أب الدنيا ون الله سبحانه وتعالى بالكسنته بزح خير بزح سنة ون نركبنا مالتيو فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه ذو الجلال والإكرام والله سبحانه وتعالى أثبت الوجه في هذه الآية كذلك لنفسه بعد قزكم مخانون الله سبحانه وتعالى نقيرنا مالتي ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وكما قال الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله فالله سبحانه وتعالى وجناته كبر سلزخونه كتخبر لك مالتي فهو ذو الجلال وذو العظمة وذو الكبرياء بعد الكبري بعد الأولنات كم مخانو نزل جرزخاء كل جزء قبل بخاء كل الله مالتي مخنياته انتدأ زي كبرن زي الأولنات إن الله سبحانه وتعالى زي تحلو تدأ خيك أفتي تأزازاتون أي كتحلوني خامالتيو أفتي السوزبلكا ون أي كتركبني خا أنت إذا أقيد بتحقين كا من قد قد يفكاخت كيري خا أنت خاطر مالتيو نتي تأزازاتنا الله سبحانه وتعالى شللت النت كتري خا مخنياتو تإيمانك قبل بخا نقويتان الله سبحانه وتعالى ملؤ أخبره سلزيل لذلك الله سبحانه وتعالى يزخاخر كالو أتي ملؤ أخبرون أتي ملؤ أندتن أتي ملؤ كبرن نقويتان الله سبحانه وتعالى كون كم زلو فيقول الله سبحانه وتعالى أبز آية زي أحجي توم أب زعلم زلو كل حادخم مخانو أب قدم من أب قدم الله سبحانه وتعالى تفلاي النت حجي أبي زر أبي الله مالتي نهي قويتاني الله سبحانه وتعالى تفلاي النت يرئينا الله سلازي كله أب زعلم زلو كتغمك أي كيل انت الله سبحانه وتعالى قد أكادنيو كقد أكاون أي كيلنيو انت الله سبحانه وتعالى زيد لي إذا كل نجرنا يمانيو ني الله سبحانه وتعالى سلازي السخاب كونه كل جزء دليت كان من خونا له خمني ها خد اللي زلك تي أقعل بوخا نمانيو نابي خا تتكر زلك الله سبحانه وتعالى حجي أتكروخا نابي يخوني زلك زلو نعيت راي أملخ أنا إيه خطغمك أنا إيه خونك فأنا ذو الجلال
وذو الإكرام وأنا الباقي أنا ترافي أنا كواني أنا خبور أنا لؤل إبل زبلك زل الله سبحانه وتعالى كل مريت زلو براس سلازخونه أبو جلس ختبل يبلكان أب مريت نتن أملخوت كتهب يبلكان كل فطور يخماخا كل أحد إيو أبقد مع الله سبحانه وتعالى قويتخا نبين إيو التفلي إيو سلازي كل أملخوتك نعو يخن فبأي آلاء ربكما تكذبان إذن زي تقويتخا زي تبعل كبري بعل لؤلنت مو بيناي خاصخات خدلخا بيناي ناي الله سبحانه وتعالى نعمان شيشاين إخا كتكحد تخلو سناي تخلو نعمان تخلو صقان ناي قويتاناي الله سبحانه وتعالى إنه ينقرك أهله ثم يقول الله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض يسأله يسأل من أي يسأل الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كل كابو يزدلي نقويتان الله سبحانه وتعالى ترى إيو زحتت إذن تايب عليتيو الله سبحانه وتعالى إذن هو الغني السوء تهافتام السوء تبعل ملؤ هابتي ملؤ النتزلون السوء تراي إيو سلزي كل أب سمايات أم مريت زلو كم من يتصبه كاب الله سبحانه وتعالى زخون يكون عينت صقان تدادليو زخون يكون عينت نابرا انت دادليو كمچو انت دادليو طعم هيوت طعنا انت دادليو رزق ششاين انت دادليو زخلو كمن حتى كاب الله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات ومن في الأرض تبسماي زلو ملائكة أي كتغ مكانيو تي أب مريت زلو سبونك أي كتغ مكانيو إنما تستغ مكاني تحالي قويتا كله ما بسمايات زلو فطورات يخونوا أب مريت زلو أبز عالم كله نمن يم كسادو بقنعهم زحتو نقويتان الله سبحانه وتعالى فيسألون بلسان حالهم ولسان مقالهم كله بب خلتو يحتت بتكبارو أب تكبارو خطر يتخلي خا كاب قويتا كرحق ويكا كاب قويتا تفليو نبينو أنا ملؤنة علني أخلنة علني له كنبر أيكلنيو بتكبارو يخون بقالاتو كم من كتب خاطريو كاب حدا الله سبحانه وتعالى فيسأله من في السماوات والأرض كلهم زيهم كأي حتى وهو كل يوم هو في شأن فقالوا إن الله سبحانه وتعالى في كل يوم يجيب من دعاه أتي طعنا يحتت طعنا يبو أتي ششاي يحتت ششاي يبو أتي هبتي يحتت هبتي يبو أتي زخون يكون دعاه حاجة أنت له حاجة كل نعناته يهبو مالتيو أسرت أسر خاب أسرت خوص حتت يفتح بالله سبحانه وتعالى إذا كل أنت خون مالتيو كم من يزدل زلو الله سبحانه وتعالى حجي كل يوم هو في شأن كل نقرات زي قبره مالتيو ولا يشغله شأن عن شأن نخل خاء انتهي مالتيو حتو يبلسلو يقبل له دعاء قبل له ششايبه لكن إذي حتيتني إذي أيركب كل إذي أيبلني لكنه كل يوم هو في شأن يعطي ويمنع يعطي من شاء ويمنع من شاء ويهب من يشاء فهو كل يوم كل حين في شأن الله سبحانه وتعالى السخاء حاتت السخاء يهب السخاء خابو تدلي الله سبحانه وتعالى يلق سلكا فإذا الله سبحانه وتعالى ملؤنة هبت ناتطرى كم مخانو إنا نقرنا فيسألنا ويقول فبأي آلاء ربكما تكذبان فهو الغني سنة هفتام سنة وهابي سنة قباري سنة حداقي ومو بينايكم كتكحدوا أنتم دكسب أنتم أجاننتي تخحدوا دو الله سبحانه وتعالى ويس أمنا بأخا كل ششايات كل لقسن كل هبتن كباخائنا نصبيو تبلو فالله سبحانه وتعالى يسألكم هذا السؤال زحتو زنا حتته نقويتان الله سبحانه وتعالى أيفلنا نحناس فتسمنا بزخون يخون نحكا صقان ششاين أي نقحدني خا كل جزء نعاخائنا إن مسجن كنبلي قبأنا مالتيو مسجانا خا كل بنتاي خونا له مالتيو أب تكبرنا أب قالنا كر له مسجانا خبهارن كله بلبخات مسجن ونقويتها بقالات كات مسجن الحمد لله إلنا بالكان ومسجانا يخون تبل
أبتي تكبارات كا معصية زي بلو تكبار እናፈፀምካ በቲ ቁኑዕ ኢባዳ እናኸድካ ትእዛዝ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እናሓለኻ ክትከይድ ከለኻ ኣብዚ እንታይ ተርኢ ማለት እዩ ምስጋና ንጎይታን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ተርኢ فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم يقول الله سبحانه وتعالى ሕጂ ብደረጃ ደረጃ እዩ ዝኸደና እቲ ፍጥረት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከም ዝፈጠሮ ነጊሩና ብድሕሪኡ ኩሉ ክበርስ ከም ምዃኑ እውን ነጊሩና ጠይብ ምስ በረሰ እንታይ ክኸውን እዩ سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان الثقلان هما الإنس والجن كما جاء في الحديث يسمعه إلا الثقلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم تي حتى تي صاحب القبر قبر كله تيناتو كازان تناتو أوياتنسي بجكا الثقلان الجن والإنس كله تفطر يسمعوا إلى النعمالتي فالثقلان المقصد الإنس والجن فالله سبحانه وتعالى يقول سنفرغ لكم أيها الثقلان تهديد مع أن الله سبحانه وتعالى لا يشغله شيء عن شيء المقصد قالوا سنفرغ لكم أي سنقضي بينكم أو سنقضي لكم وسنحاسبكم كنحاسبكم إنات أبصابكم قبرنا بساخم كتفردوا يخمز بلنا زلو لكن طبعا عندما يقول سنفرغ لا تأخذها بتي سنتفرغ معناها أنس قال حجي الشاقي له مو دحراي جزء من سرخبكو يعني سراح دي باللي مسكونكو سوق رخبكم ما لا يكون لكن المقصد قد يقول الإنسان يعني سأتفرغ لهذا ما معنى ذلك أنه مشغول أي كون لكن أنه إيش خلاص يعني نعاكم سي قال لكم معلتي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى سيحاسبكم فيه كحاسبكم يا الله سبحانه وتعالى أيها الثقلان زي أبرسيون تايو تهديد مالتي من نتي الإنس والجن فيأخذكم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال له معلتي نعاخو من خلتيكم أكبوا زحاسبكم معلتي سلازي تتنقعوا مو الله سبحانه وتعالى انت دا سنفرغ لكم لنا له مو بعلو كحاسبنا تصاب كاتم صار انت دا خوينا تقداي قليل نجر أيكونن مالتي إذن عنا تي تهديد مالتي بزيادة نتي قداي عبيرو كردأنا إلى الله سبحانه وتعالى زنقرنا وليس معنى ذلك أنه هو مشغول بشيء ولا يستطيع يعني الله سبحانه وتعالى تي نعو حادث كحاسب نعنا نقولها حاسب كله بالنسبة له الله سبحانه وتعالى في اللي يقول كله حدا الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا معشر طبعا أيها الثقلان بحنسا تغسوا من حجد ما نخلتهم بالتنابلو يتقسم له مالتي تفسيرهم نتهم الثقلان ذبلهم الطاميرو بحانتشم زتقسم حج خاء تشفوهم مالتي أكلته غيرهم مالتي فيقول يا معشر الجن والإنس الجن والإنس كلهم أنتم أجاننتي أنتم دكسب يقول الله سبحانه وتعالى إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان هذا في يوم القيامة أفتي معلتي يوم الحساب الله سبحانه وتعالى نقول لكم زأكبكم معلتي وما أنت لا حيل لكم كينو أبز معلتي زغتوط وتخولوا ويكاخت هدموا كابويتا خب الله سبحانه وتعالى تخولوا أنت لا أخوينكم فتنوا الله سبحانه وتعالى المقصد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى محيط بكم يعني كابتي ناتو جزءات كافتناتو حيلس كتوتو فتسيكم أي تخولون يزول الله سبحانه وتعالى لكن إن استطعتم نخلينا ويكاخ مهدم لنا تقولون أنت لا أخوينكم أرئيوا فانفذوا كهدم يزبل يرئي خلاص يفتن هذا أيضا تهديد يعني كلتها لنا لأنه مش معصيات قبل نركب الدنيا كم قلت الله سبحانه وتعالى زي الرخبلك زي حزكا زي حاسبك كان دي هاد قبل نركب إذا النعاس كحر يحجي وصع الله سبحانه وتعالى أب الدنيا يمهل ولا يهمل عدل هبوكا نوح عدمه هبوكا توبان ختبل جمد شوية زرقح الكامالتيو أبزئ لكن حجي يوم القيامة يوم الحساب جمد بزرقح زبهال يلن جزي خوهاب توبا عدلنا توبا يلن قنا بالدنيا سخابتي الله سبحانه وتعالى ذهبك عدل أبكندي تتقم بؤوت عشيخة
كم تنبر مسيلوكا تموت زي تي حساب زي مسيلوكا الله سبحانه وتعالى زي رخبلك مسيلوكا تزازو تحسكا تخيل نيركا زاززكا ابكن مقبار ابزي اززكا ابزي بلكا ناوعلكا دلايكا تقبر نيركا امو حجي نعا يبلك الله سبحانه وتعالى يا معشر الجن ولا خلتكم حبيركم ولا ون تاكبكم كلكم بب حيلكم تدقاقفكم انت دا اخذ قبروا تخلوا خينكم نعوس كفصموا يا معشر الجن والانس الخطاب للكل ولا كلنا تاكبنا نخينا انت دا اخذ بالكوين كاون قبر لانه بب حدا ولا بلنا كلنا يا معشر الجن والانس الخطاب موجه لكلنا يعني كلنا لفينا حبير ناس كمنال باش قال نقبر نخينا خلينا انت دا اخينا هون فتن بب حدا انت دا اي نقول لكم فهو الدعوة الله سبحانه وتعالى التحدي عام لكل إمالته بحافشه يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان قالوا إلا بسلطان فسر العلماء بعضهم قال إلا بسلطان بأمر الله سبحانه وتعالى سلطان في حيلنا الله سبحانه وتعالى بناتو سنترأى أفقد لكم ترأى حيله بكم ممكن بحيل الله يهم يعني زيركا ونبي خاتم ريسكا نبغيتنا الله سبحانه وتعالى برحمة الله سبحانه وتعالى وقيل لا تنفذون إلا بسلطان بمعنى إلا بكمال قدرة يعني ملؤ حيل لكم قوين بقوا كتبوا تطغوا لهم لكن هل عندنا قال لكم دمو تسلطان كي ناي الله سبحانه وتعالى تحسوا زي حلف سلطان لكم ديو ويت سلطان ويتا كندو علىكم دي نعو خطوس زيكون حتى تكون كندنا الله سبحانه وتعالى ون يبلكم فلا تنفذون إلا بسلطان ولا سلطان لأحد ولا سلطان لأحد يوازي سلطة الله سبحانه تينا الله سبحانه وتعالى سلطان حيلا زأكل ويكا نعو زدارق يبلكم أيكون ندو نعو فانت إزو زحالف كندوون أي كخون إيو فلا تنفذون إلا بسلطان بل سيقول الإنسان في ذلك اليوم كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة يقول الإنسان يومئذ أين المفر أبينا مغنى هدملو نجزع نفسه مهدمون كسأني مالته كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر فلا مفر ولا مهرب مهدمي لن فانت إسكاون زحلف أيكونا كما قال الله سبحانه وتعالى كذلك والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ما لهم من الله من عاصم ما في أحد ولا واحد زكلا خلو لهم زدفع لهم ويكاء زخونهم يرلن فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى كأون فانت إسكا ويكا زهدم أيكونا فبأي آلاء ربكما تكذبان فهو المعطي الله سبحانه وتعالى أفتمع عالتتي من يخطق مكة من يخونك من شيشا يزول افتمع عالتزي بمن يبسنك من يخدح انت دا خدحهم كينك بدحنتك الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء بأي نعمة من نعم الله بز نعمة زي أبز معال تزيد صبيزول كله ترحمان هايقويتا نفسي رحمة الله نادل ها خلها أبز معال تزيئة مو بزي نايزي معال تزي ناي رحمة معالتي مو بقولي ها قد كحد فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم يقول الله سبحانه وتعالى حج خلتي نتوم كحتي زوجان في زرعنا زل الله سبحانه وتعالى تناي سات جهنم زاتو تي كافر ويكات خحدي انتي زوجان فو كلنا ابو ايو ان شاء الله في زمد درس خانا من كان اتينا مالتيو نتي من خاف مقام ربه جنتان زبلنا والساق مصناتي لكن حجي من لم يخف مقام ربه انتي كم زوجان فو توم جهنم توم حقي مقبل زابيو انتي كم زوجان فو فيقول الله سبحانه وتعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران الله سبحانه وتعالى أبزع معال تزيتي سقايناته تزعبي مقطعته بتأسات جهنم سلزخونه فالله سبحانه وتعالى سيرسل شواظ بمعنى قال هو اللهب ويكأهل هلتا مالتيو فالشواظ اللهب الذي فوق النار وقالوا دون الدخان
أمونغوتي حوبرتو عوماتي أمونغوتي مجرشون أمونغوتي كان ساتن زلو أبو هالتا يخون مالتيو نعو الله سبحانه وتعالى كأنه يرسله إليهم كسيل النار كوحاز غيرنا بأم يسعدوا مالتيو ونحاس كذلك النحاس فقيل النحاس فسره بعض العلماء بأنه هو دخان النار وقيل النحاس هو المذاب زي الصفر مالتي زي نحاس مالتي نحاسي يخون مالتي السخاء أنت يخون مالتي مس مخخة السو زبرتع يبرتع ما زبرتع أسات علو مالتي لكع كم تأسات يمكخ مخ كوينو نجزار سو أسات يخون مالتي يلعبت فالله سبحانه وتعالى بزحجي يتنققنا له مالتي فيرسل عليكما أي أيها الإنس أيها الجن أنتم أجانتي أنتم دك سبات الله سبحانه وتعالى أنتم زخاتكم إذا سديدو إذا خمس عينة إسات جيرو كقاتلكم يو شواظ من نار هل تخافت إسات جهنم ونحاس أبرسيون كابن حسي كابن حاس دمخخ جيرو بؤون كقاتلكم يو فلا تنتصران كابزخ آخت هادمون كتوطن انتفتنكم أي تقولونيكم والتفتنكم ون ملائكة له شداد حيالات زخونو غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم الله سبحانه وتعالى تراي قبروا زبلهم زقبروا حيالات ملائكة حلوتي اللون اسهم ونعخم كابو اختهاد من خيط فتنو مريسو ما افتي إسات جهنم زوتوخومون اللو مالتي سلزي إذا معالتي زي مهدمي يبلكمن قليل معالتي كونن كبد معالتي إيو بجيك الله سبحانه وتعالى خاء زدحنكم يلن كابزي ذات زي مو خدحن انت عادريكم نايمن رحمه تصبيو رحمه نايمن يخدحنكم نايتي الله سبحانه وتعالى فضل نايمن صقا نايمن الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي رحمة وبأي نعمة بين رحمن نعمانهم تقعدوا زي زعابي نعمة يكون كافت إساد فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز كابزات هذا جهنم كدحن كلها أزيت زعابي فوز تعبي عوت تعبي شيشاي ناي قويتاني الله سبحانه وتعالى أمو زي شيشاي زي يكحدو ناي الله سبحانه وتعالى أيكونن انتاي ليو انتاي كونن يبهال أي بهالني سلازي نزي شيشاي زي نزد احنا تزن خط رخبو نا الله سبحانه وتعالى تراي أملخونا وتراي توجهه إذ نازل الله سبحانه وتعالى ثم يقول الله سبحانه وتعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان يوم القيامة حد خفتي أب يوم القيامة زركب كم تزبلنايو السماوات وغير السماوات ذا سماء جزاء سخالق تكون يا أخي تشدد يا أخي تقلابت يا فيقول الله سبحانه وتعالى فإذا انشقت السماء وقال الله سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت سورة الانشقاق وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية يعني ضعيفة خلاص تجددت مستمقلت مستجددت ولا حانت تاخذ كونها خمت قدمات تحازتها كونة انتهي لا سنفا مالتيو يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا كذلك بزي السماء تخفيته تجعلون ثم ملائكة ونزور له مع السلازخونة فالله سبحانه وتعالى تي أهوالنا يوم القيامة كساكن دي كبيتكم مخانو ثم قبل نياتات ما أنتي تنققوا مخاتي مجرشات صبيهم زلو تينا يوم القيامة أهوالون ينقرنا مالتيو فإذا انشقت السماء ذا سماء زيان استجددت فكانت قالوا وردة كأنها حمراء يعني كالدهان الدهان هو المهل أو الزيت المغلي الأحمر مسكونة قيح مسكونة وقيل كأنه الفضة المذاب حجسه نايتي حوي ملكع مسحازي قيح مسكونة مالتيو فكذلك السماء عندما تتشقق تكون كأنها وردة كالدهان فالله سبحانه وتعالى كم كتلوات كم مخانات حبرا مقياح خيد كم مخانون الله سبحانه وتعالى ينقرنا مالتيو فتكون طبعا كلون الورد قالوا كلون الورد كم تلكع كم زي فيور زولو قيح زخون كم خونيو مالتيو فالله سبحانه وتعالى
يحذرنا يطنققنا له مالتيو زمعلت زي كل زلواوطلو كل زقايرلو معلت سلازخونه كاب زمعلت زي تطنققوا ايها الثقلان انتم كدت عينت فطورات تي عباده نت عبادكم اتخلقكم ايها الانس والجن وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون زبلنا مالتيو نخلتنا طبعا ثم ملائكه ون عباده الله سبحانه وتعالى ام تخلقهم لكنهم فليز بلسهم الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم سلازقبرهم الصم ما عندهم مشكلة شقر يبلهم تهديد اليوم أصلا تتكبرهم الله سبحانه وتعالى ترى نحاده شنخ غيرهم خلق ومات أما الإنس والجن فالله سبحانه وتعالى تفلي خلقات غيرهم سنايك قبرون كيك قبرون زخؤلو غيرهم الله سبحانه وتعالى اتمر مراخاتنا عبادة فتنا خان من كوينو نوعهم سلازخونه انه الله سبحانه وتعالى بزي اياتات تزغيرو يطنققوم الله مالتيو بزي اياتات تزغيرو يوم القيامه زركب اخره زركب اتي هاولتات كله انه الله سبحانه وتعالى بزي اياتات زي بزي قران زغيرو يردهم مالتيو انتي افتيغا نخيقصلو انتي ناي الله سبحانه وتعالى تزازات كفصمو فيقول الله سبحانه وتعالى كذلك فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان طيب في يوم القيامة أين حتى تنينا ذنب غيرنان ذنبي قبرنان طيب والآية طبعا حجيتي زرد كأنه يقول إنه طيب بيوم القيامة لا يسألون عما يفعلون كما خلاص حليف الكما دلاك قبر مالتي لا فيومئذ هنا الله سبحانه وتعالى قال المفسرون فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان قالوا لا يسأل بمعنى أي لا يسأل سؤال استعلام لا يعني الله سبحانه وتعالى حتى خلص ناي دي فلت اخويني حتى يلا طبعا صارت حتى تكلخ حجنا حادث انت حتى يعني انت غير كاتب له لانك زي فلت كاس لزهون فاذا هذا النوع من السؤال يحتتون هذا الاحتمال الاول لا يسالون سؤال استعلام وان كانوا يسالون سؤال توبيخ وتقرير اقرار حتى تقولوا الله سبحانه وتعالى فريط له انت كم زغبروا سلازخ حتى كلهم اي كفلت ايكون حتى زلو انما توبيخ يعني تزغبركم زياده بعلو تعرف بعلو بمنحسو انا زن غيريلم انت امن معناته اذا ناي قصصان ناي مؤمن معناته بعلها خلاص انا تغاغي الكا تامن معناته زي تحتت معناته وقيل لا المقصد هنا طبعا وكلها يعني قابله يعني تفسير كله قبلها زخل معناته قالوا انه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان قالوا هنا هو بمعنى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون فتغلق أفواههم كي يزاربوا مالتي فتنطق ماذا الجوارح فتنطق الجوارح يعني من طاق الكلمات بمعنى لا يسأل معناه عشان يجاوب لا إنما يجاوب من يزملس الجوارح أكالاته يدو أقرو كله تي أكالاته نصه يملس مالتي فالسؤال أصلا وارد موجود لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحجر فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فيومئذ لا يسأل إنس ولا الجان قال هذا المقصد أنه يوم يختم الله سبحانه وتعالى على أفواههم فتكلمنا أيديهم وأرجلهم يعني تكلم الأيدي وتشهد الأرجل كل أزيتات خون مالتي لهم بزي فسرهم مالتي علماء فالله سبحانه وتعالى عندما قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان إذن ليس معناه أنه سؤال استعلام بل هو سؤال تقرير وحتى أتي كافر أفتمع التزي ويكا أتخحدي فالآية التي بعدها قال يعرف المجرمون بسيماهم في هذا اليوم يعني حتى في اللي طاوخ له بحبره بقصو بعد كيف لو تشعوا معالتي يعني خلاص يعني تنقر يعني حبوا ايكونن يعرف المجرمون بسيماهم اي بعلامات تظهر عليهم بسوداد الوجوه وازرقاق العيون قصهم تسلم عينهم قطريا ويكا عينهم ازرق مالت سماوي ويكا لين خو مالت لين يمثل
فإذا كما يعرف المؤمنون بالغرة الله سبحانه وتعالى وصف أنهم غر لهم في وجوههم وبياض صعدا لهم ويعرف المجرمون كذلك سمام فإذا الله سبحانه وتعالى توم كحتي توم سب جبنياتات ولا تخالص سبون بملكعهم كفلطهم أبقطهم كله بروهيو فلا يسألون سؤال استعلام إنما كحتو تقولوا شعو إذن دو أيقبركم إنكم غيركم إنكم مالتيو كم زقبروا بعلهم نخأمنوا تزيكوينو تقداي أفت معالتتي أبقص أتوم مجرمين أبقصتهم قبنياتاتون بروه مالتيو فهؤلاء القوم زوم قبنياتات زوم مجرمين زبلهم الله سبحانه وتعالى قبرت كيز نبروا حق زي تقبلوا فيؤخذون ذم سبات زيهم فيؤخذون بماذا فيؤخذوا بالنواصي والأقدام فالزبانية ثم ملائكة الزبانية زبالوا حلوتنا جهنم ويكعاتهم وارديا ناي سات جهنم ثم ملائكة بمنتاي سكمهم يسحبهم يأخذونهم بالنواصي الناصية هي إذا ما قدمتها ناي فيت كازلا مالتيو ناي فيت صقرخا مالتي بتم مجمريا رأسه زلو وكذلك بالأقدام بتن كلته اقرومن بزا من بسبستهم زلا صقرهم بقى تسكمهم يسحبوهم مالتي فيأخذونهم إلى جهنم وإلى النار فيؤخذ بالناصية وبالقدم فكأنه يرمى إلى قال عن ابن عباس الأعمش عن ابن عباس قال يؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور فيكسر كما يكسر الحطب لأنه لك سقى حجي سات كتأقود كلها أنت أخذ قبر مالتي وعنجي تمسك وعنا بالكافت إسات تؤتوا مالتي فأنت كذلك لأنه هذه الجهنم وقودها ماذا وقودها الناس والحجارة إذا أنت السخان جزار سخانتها قد تكون أبو مقاصلتها قد تكون مالتي ساعات نايتي إسات إسخاء مقاصلتها كلما زاد فيها إنسان معناها زادت من قصة يعني زيادة مناخستغ وين كمالتي هل تبدأ لها وتناخص لها مالتي فالله فلذلك فسرها قال عندما قال يؤخذون بالناس بتي بنبس بالسومن بتي أقرام الطلع بلهم لك كم زي عنتيتين إسات تدرجموا خم السبر برابيلهم أفت إسات يدرجموهم توم ملائكة بالمالتي فالله سبحانه وتعالى بزي يتنققنا مالتي فبأي آلاء ربكما تكذبان أنتم أجاننتي أنتم سبات بينكم مخد كحدو حيل الله سبحانه وتعالى تسمعوا وانتريون لكم تي ناتو شيشاي زي تطلبوا تناتو خير تسناتو سناي نابو زي تفصمنعو زي تقوروا ثم يقول الله سبحانه وتعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه زي آيات حجي الله سبحانه وتعالى ذكرها ذاكم مخانا زا جهنم زي الله سبحانه وتعالى أنها ينقرنا له مالتي يقلصلنا له يبرهلنا له فهذه هي يعني هذا الوصف خنبلو نخيل أو هذه أن الله سبحانه وتعالى يشير لهم في يوم القيامة أنها تلكم يبلو مال مالتي فنحن الآن أبا الدنيا خلنا حجي هذه اختبار لنا خلا طبعا بعينا رأينا يا نبأون أي بس احنا لكن تاي تنقيرنا تقول داي الله سبحانه وتعالى خمتي زلو أبزاق قد معيننا كم نرئي لنا غيره أقرب الله له مالتي وصف الله وكام قلنا تهيبنا سلازي إذا آياتها جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون وقيل أنه هذه يعني هو الخطاب كذلك يوم القيامة سيكون لتم كحتي أب يوم القيامة هذه النار التي كنتم بها تكذبون بوجودها أخباه اليوم أبوهم شعوب لأن هذه النار ذات سات جهنم يوم القيامة طبعا تبكيتا لهم زم سبات زي أمون أو زي تخذوا لكم تحسوا أنها تلكم زي آية بعينكم منها ترئوا لكم حاضرة تشاهدونها بأعينكم بعينهم فيقال لهم هذا تقريعا لهم هذه جهنم تجهنم حجير يخم ولا ترئوا لهم أب يوم القيامة أنها تلكم كتبها لهم يا لك عفتي قصم أبتي عينون كتر رأى يوم يا مالتيو حجي أبد الدنيا خلنا تدقيرهن لا أب يوم القيامة عيننا عيني مش مباشرة تي نجار أنت كون مالتيو كجلت كبرهن إيو فيقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يطوفون بينها
وبين حميم آن جميل. فقالوا يطوفون بينها وبين حميم آن. قالوا أنه الكفار تارة يعذبون في الجحيم في النار وتارة يسقون من الحميم. والحميم أي ماذا؟ قال هو الشراب الذي يشربون متي ستيو ستاي مالتيو كأنه النحاس المذاب كمتي نحاس زي مخخي عاويك عرر زي مخخي مع عنطخا زي بتاتخن زي قرارصن بخلتيو يوم زي ساقي مالتيو افتي ساعه جهنم بنفسهم بقدامهم كقاصلو صنيحهم ابرسيو من دحراي انتي ستيو مالتيو بطعمي وعي فلوح زخونه فساسي كافتي نحاس كافتي صماق نايتهم سب جهنم زنبره كابون يستيو مالتيو كما قال الله سبحانه وتعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون معناه يقاتلوا مالتيو لكنه فصل الله سبحانه وتعالى بين الحميم وبين النار تئسات حميم. إذن الحميم هو المقصد به هو الماء أو المذابة نحاس مستي فساسي نايتوم إسات جهنم زد حواوس مخاء كله كمزي حفس زيتي كوينو مالتي تمسبخخ مخاء زبرتعي رسن زلو مسكونه شعوه بوخاء الله سبحانه وتعالى نعوخم دسوتيو بون يقاتلهم مالتيو. فلذلك الله سبحانه وتعالى وصف هذا بقوله آن. والآن قال هو الحار الذي بلغ الغاية في حرارته أفتي وعنات مقوت رسنوسي حيل زبصح ما جرشتو زبصح مالتيو فانتهى غليه يعني تي مفلحناته خلاص درو حجيز كابزن دعلي كفلح ايو زي بهال له مسبصح اسيو آن زبهال يبلو مالتيو. فالعبد تباريا الله تي مشرك زنبره تخحد زنبره ابزي بوتازي حنسا افتي جهنم بو يقاصل حنسا كعبتي حميم زبهال بؤون الساق مالتيو اذا خا كركب مالتيو. وقيل بمعنى آن تفسير قال أي منفسر وبين حميم آن أي قالوا آن أي حاضر تي حميم مالت أفتي بوتاتي أبو زلو مالتي أبو كركب إيو. فالله سبحانه وتعالى سواء كان تي مركابو كركب مخانون ويكا حيال رسني خمزلون كلتيون زلو مالتيو كلتيو خبهالي مالتيو لكن ثم علماء بخلت عينت فسروا مالتيو. والآن هو الشديد الحرارة مبزوحة العلماء بقوا فسروا مالتيو. فالله سبحانه وتعالى بزي جيرو اتي موصعتي نايتوم عصات نايتوم جبنياتات نايتوم مجرمين الناتقسي بنصارو خا توم متقين توم فرهات ربي كل جزينا الله سبحانه وتعالى رحمن الله سبحانه وتعالى ششاين الله سبحانه وتعالى محرة رهراهن زدليخم مخانو الناتقسي اتي متنققتا زوهاب زلو كابزي سقايزي نمهدام كابزي متنققتا زي سميعكا خابؤ هاديمكا نافتي خير نافتي سناي بوتا نغتركب كافتي معصيان كافتي شرك الله سبحانه وتعالى كدحن كتك على سالك مالتيو. فالله سبحانه وتعالى جينا حجي بحجو بقوانو جينا زنجرزي كي ترخب خلو نقرنا خلو أليس ذلك من فضل الله علينا ومن نعمته إذا خلو خطكس كله نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن بأي آلاء نكذب بأي من نعم الله. هل الذي نجزاء رسول نعمة يكون أن الله سبحانه وتعالى حجي جنا يوم القيامة خي ترخب خلو تي جزي مقطعتي خيمة خلو لأخلي إخو الله سبحانه وتعالى أن هالكراسي كتاب أريدوا تي سقاي معلتي متكم زلو كنقرنا خلو أليس هذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا ومن فضله صقانا الله سبحانه وتعالى يكون نجزاء رأسه ومو خم يجرنا أين نصقازين خحدو كم يجرنا أين مو نصقازي شلل نبلو شلل كنبل يبلنان أب نعمة أب شيء الله سبحانه وتعالى أين زلنا مالتيو. فنحمد الله سبحانه وتعالى عنا أن من علينا تي
لأخلي إخو كتاب أوريدو تحق تجيجان كله نجرنا خلو زي من فضل الله سبحانه وتعالى علينا سلزي نزي فضلنا الله سبحانه وتعالى حقه فإلا هنقبل لنا نزي سجازي كنقبل لنا تقبلنا تأميننا له أب مجد خنصنا حالنا نت الله سبحانه وتعالى بدنا تزاز إن فتصبنا الله سبحانه وتعالى ذهبنا شرعي إن تختلنا كنوجع عزلنا ده أنبر فتصمنا نزحك زي كنزجون كنكحدون يبلنا مخنياتو نريء لنا تبعال كي تجبننيا توم مجرمين زبالو مجرشت دمدمتهم أبيكم مخانو أمون التنقق جنا حجي أبد الدنيا خلنا فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن ينذرنا بزي 5 جيرو الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد مشحين 400 بزيادة نيرو النبي صلى الله عليه وسلم حجي النبي خير خالق النبي أكمل تري لكن الله سبحانه من فضله ون حفظ لنا نزل كتاب زون ترى في جيرو وأصلح لنا مالتيو حفظ وبعل الله سبحانه وتعالى كي درس كي حوسو خالق نجر بصوريو بنصهنا بنا كم زبصح غيرو أليس من فضل الله سبحانه وتعالى علينا هذا إذن نجزاء رسو عبي تصقادو يكونني معنا فبأي آلاء ربنا نكذب لا ينبغي أن نكذب فتسيم ناس كن كحد كن أبي كن نتصقي باللان شيء الله سبحانه وتعالى ليتن معالتن نرئ لنا مالتيو أب نفسنا أب فطرتنا الله سبحانه وتعالى خليقنا في هذا الكتاب أبز كتاب زي الرحمن علم القرآن الذي علمنا القرآن القرآن الزورد لنا نعوذ مهارنا أليس هذا فضل من الله سبحانه وتعالى هذا فضل من الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان نابله أنه الله سبحانه وتعالى نادقا قمي مأنتي حجة خلنا مالتي خلاص تدقي ملكا كله نقرأ كان له خمي يقرأ كأخم بدحر حجي أي سمعكن أي فلتكون لك مخنيت كتركب سلزي ناي مخنيت أفدق أنت كوينو مالتيو تعاصي جزي خلك جزي تصبه أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نايلهم معالتي درسنا بزي فتصم إن شاء الله تزمت زلو درس قصعن الراخب دحان كونو دحان قنيو صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين